عرفتوا شو صار بطوكيو؟ بزماناته فندق قصر طوكيو بكوكب اليابان سلم نزلائه ورقة مكتوب فيها: بسبب بعض إجراءات الصيانة ستنقطع خدمة الإنترنت الساعة 4 فجراً لمدة دقيقة واحدة. وشكراً. بالله. شباب، إذا بتريدوا ممنوع المقارنة، أوكي؟ تعرفوا كيف بيجي الفساد؟ أنا رح أقلكم. نحن بنتعلم الفساد من لما كنا صغار. مثلا بالمدرسة كانت الرحلة بتكلف 500 ليرة، أنا أقول لأمي 1000 ليرة، أمي تقول لأبي 2000 ليرة، وهيك ببلش الفساد عنا. يا حرام يا حرام. تعرفوا كمية النكد اللي عايشها البطريق بتوصل للسما السابعة؟ أول شيء هو طير، بس ما بيطير. ثاني شيء بيعيش بالقطب المتجمد، بس ما عليه فرو. ليك شو هالحظ المشحمط يا مفخم. لا، والمصيبة الكبرى إنه حياته كلها مخاطر. إذا ضل على الشط فقمة بتاكله، إذا نزل على البحر قرش بياكله، طيب إذا ضاع على الجليد الدب القطبي بياكله. يعني هالمعتر ما كان ناقصه غير يعيش بشي بلد عربي لحتى تكمل معه ويمتلك زمام النحس من 4 أركانه. وإنت إنت البطريق جارك شو بتنصحه يعمل؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا فولو، اشتراك بالقناة من شو ليش مع نرمين زرقاء. سلام. هادي يا أخوان، في مرة واحد بعت لي طلب صداقة على الفيس، مسمي اسمه أنا حبيبة هي، حاطط صورة بروفايله شجرة وخلفية سوداء مثل هالزمن العربي المعفن. بس العجيب الغريب بالموضوع إنه ما في أصدقاء مشتركين بيني وبينه، وواضح تماماً إنه عامل حسابه جديد. آخ يا بنت، اعملي له ديليت ولا لا أجليها لبعدين؟ خلص انسي لبعدين. بس رجعت فكرت، فردت فيه، صفنت ما فيني بطريقة هبلة وبريئة جدا، إنه يا ترى يا أخي هلأ حدا يعني خاتمك بالشمع الأحمر ليميزوك بالشارع بالمطار، لك حتى إذا حدا وقفك بالشارع وقال لك مينك أنت، لساتك بتضل مصر ومصمم وملح إنك حبيبة هي؟ طيب مو يمكن كمان خربت بيت اللي خلفها هي وأهلك عارفين إنك حبيبة هي؟ يا مشحر، انت عرفت لمين تبعت طلب صداقة، انت مانك عرفان مع مين علقان. المهم بلا طول سيرة، أنا برأيي روح كفي نوم وخلي شوية نفس للناس اللي بتستحق النفس، يرحم اللي خلفك. عرفتوا شو صار بطوكيو؟ بزماناته فندق قصر طوكيو بكوكب اليابان سلم نزلائه ورقة مكتوب فيها: بسبب بعض إجراءات الصيانة ستنقطع خدمة الإنترنت الساعة 4 فجراً لمدة دقيقة واحدة. وشكراً. بالله. شباب، إذا بتريدوا ممنوع المقارنة، أوكي؟ تعرفوا كيف بيجي الفساد؟ أنا رح أقلكم. نحن بنتعلم الفساد من لما كنا صغار. مثلا بالمدرسة كانت الرحلة بتكلف 500 ليرة، أنا أقول لأمي 1000 ليرة، أمي تقول لأبي 2000 ليرة، وهيك ببلش الفساد عنا. يا حرام يا حرام. تعرفوا كمية النكد اللي عايشها البطريق بتوصل للسما السابعة؟ أول شيء هو طير، بس ما بيطير. ثاني شيء بيعيش بالقطب المتجمد، بس ما عليه فرو. ليك شو هالحظ المشحمط يا مفخم. لا، والمصيبة الكبرى إنه حياته كلها مخاطر. إذا ضل على الشط فقمة بتاكله، إذا نزل على البحر قرش بياكله، طيب إذا ضاع على الجليد الدب القطبي بياكله. يعني هالمعتر ما كان ناقصه غير يعيش بشي بلد عربي لحتى تكمل معه ويمتلك زمام النحس من 4 أركانه. وإنت إنت البطريق جارك شو بتنصحه يعمل؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا فولو، اشتراك بالقناة من شو ليش مع نرمين زرقاء. سلام. هادي يا أخوان، في مرة واحد بعت لي طلب صداقة على الفيس، مسمي اسمه أنا حبيبة هي، حاطط صورة بروفايله شجرة وخلفية سوداء مثل هالزمن العربي المعفن.
بس العجيب الغريب بالموضوع إنه ما في أصدقاء مشتركين بيني وبينه، وواضح تماماً إنه عامل حسابه جديد. آخ يا بنت، اعملي له ديليت ولا لا أجليها لبعدين؟ خلص انسي لبعدين. بس رجعت فكرت، سردت فيه، صفنت ما فيني بطريقة هبلة وبريئة جدا، إنه يا ترى يا أخي هلأ حدا يعني خاتمك بالشمع الأحمر ليميزوك بالشارع بالمطار، لك حتى إذا حدا وقفك بالشارع وقال لك مينك أنت، لساتك بتضل مصر ومصمم وملح إنك حبيبة هي؟ طيب مو يمكن كمان خربت بيت اللي خلفها هي وأهلك عارفين إنك حبيبة هي؟ يا مشحر، انت عرفت لمين تبعت طلب صداقة، انت مانك عرفان مع مين علقان. المهم بلا طول سيرة، أنا برأيي روح كفي نوم وخلي شوية نفس للناس اللي بتستحق النفس، يرحم اللي خلفك.